السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتحب القرفة هتحب الوصفة دي جدا. هعمل النهاردة معاكم الحجازية الاسكندراني على اصولها بقى بطريقة مفيش احلى من كده. الوصفة دي على قد ما مقاديرها بسيطة وطريقتها سهلة جدا، الا ان طعمها بيكون حلو جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعملها ازاي، وهسيب لكم برضو المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. عندي هنا كوبايتين من الدقيق الابيض، هحط عليهم كوبايتين من دقيق السميد او دقيق البسبوسة. هقلب نوعين الدقيق كويس على بعض. وبعد كده ضفت عليهم كوباية ونص زيت على سمنة، يعني انا حاطه نص الكمية زيت ونص الكمية سمنة. ممكن تحطي كوباية زيت ونص كوباية سمنة. انا حاطه كوباية الا ربع وكوباية الا ربع، يعني مش هتفرق. المهم في الاخر ان الاتنين يكون مجموعهم كوباية ونص، والسمنة تكون طرية، تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش جامدة، عشان تعرفي تخلطيها كويس مع الدقيق. هدخل بقى السمنة والزيت مع الدقيق كويس قوي. هشيل دلوقتي المعلقة وهعجنهم بايدي. بفركهم كده مع بعض بحيث ان كل الدقيق يتغلف بالزيت وبالسمنة. بعد كده جبت كوباية من اللبن، هحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. لبن بحرارة المطبخ عادي مش دافي، لان الحجازية مش من الحاجات اللي بتخمر يعني زي المعجنات. هدوب الخميرة في اللبن وبعد كده هضيفها على الدقيق والسمنة، وهعجنهم مع بعض كويس. ما تعجنيش كتير، مجرد بس ما اللبن يختفي خلاص توقفي عجن على طول، عشان الحجازية ما تطلعش ناشفة معاكي. وبالنسبة لكوباية اللبن هتحتاجيها كاملة، نفس الكوباية اللي انتي عايرتي بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها اللبن. هتحطي كوباية كاملة. المقادير دي ان شاء الله مظبوطة جدا. نفس الكوباية بتاعة الدقيق وبتاعة اللبن وبتاعة الزيت هي واحدة. كده خلاص اللبن اختفى عندي. بصوا شايفين العجينة خفيفة ازاي؟ تبقى العجينة ايه، مش تقيلة، لا بتبقى يعني شبه سايلة شوية. هسيبها بقى دلوقتي على جنب، وهبدأ ان انا اجهز الحشوة. جبت كوبايتين من السكر العادي، حطيت عليهم نص كوباية من دقيق السميد اللي انا مستخدماه في الحجازية. حطيت عليهم معلقة كبيرة مليانة من القرفة، وكان عندي شوية من السوداني كده كسرتهم صغير وحطيتهم معاهم. ممكن تحطي بقى زبيب او اي نوع مكسرات. ممكن كمان تحطي معلقة صغيرة من الكاكاو. بس هي طبعا اساس الحشوة دي القرفة، عشان كده احنا حاطين معلقة كبيرة مليانة، لان طبعا الحجازية يعني قرفة. بعد كده جبت شوية مية صغيرين، هبدأ بقى انزل كده معلقة معلقة على الحشوة بحيث ان هي تكون متماسكة اكتر، عشان لما اجي اقطع الحجازية الحشو ما يطلعش من جوه. كده خلاص تمام قوي. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ هجيب بقى دلوقتي الصينية، هحط فيها معلقة كبيرة من الزيت وهدهنها كويس علشان ما تلزقش. هاخد بقى نص كمية العجينة هحطها في الصينية من تحت. انا خدت كده بالشكل. لو عايزة بقى تكوني دقيقة اكتر يعني، وتكون الجزء اللي تحت قد الجزء اللي فوق بالظبط، ممكن توزنيهم. بس انا يعني ايه خدتها كده بالشكل. بفردها كده في الصينية بالشكل ده، وبرفع كده شوية منها من الجناب علشان الحشوة ما توصلش للصينية والحتة اللي عند الصينية دي تتحرق. لو حسيتي ان العجينة بتلزق شوية في ايدك ومش عارفة تفرديها، ممكن تبلي ايدك بشوية مية او بشوية زيت. اهو بصوا شايفين هنا برفع كده العجينة شوية من على الحرف. بحط بقى الحشو في النص، بحاول كده ان انا اوزعه علشان يبقى متساوي على الصينية كلها.
هاخد بقى الجزء التاني من العجينة احطه على وش الصينية. طبعا انا لو حطيته كده زي ما هو وضغطت عليه هلخبط بقى الحشو والجزء اللي تحت، فباخد كده حتة حتة افردها على ايدي واغطي بيها الوش بالشكل ده. ممكن تفرديها ما بين كيسين بلاستيك وتغطي بيها وش الصينية، برضو الاريح بالنسبة لك اعمليه. بس هي يعني كده بتخلص على طول. كده تمام. هجيب بقى دلوقتي شوكة وهمشي كده على وش الصينية علشان اعمل خطوط كده الشكل المعتاد يعني للحجازية. هنا حسيت ان الشوكة شوية برضو بتلزق في العجينة، فجبت طبق فيه شوية مية صغيرين، بقيت احط فيه الشوكة وامشي كده على وشها. بعد كده بقى بجيب سكينة وبقطع الحجازية قبل ما تدخل الفرن. طبعا بعد ما بتطلع بعيد تاني على التقطيع، بس لازم برضو تتقطع قبل ما تدخل الفرن. بدخلها بقى فرن سخن من قبل كده على درجة حرارة 200 تقريبا، قعدت حوالي تلت ساعة في الفرن. اول ما الاقي الجناب بتاعتها بدأت تحمر بطفي عليها الفرن من تحت وبشغل الشواية علشان تاخد لون حلو من فوق. بعد كده بستناها لحد ما تبرد خالص، ورجعت تاني قطعتها زي ما قلتلكوا وطلعتها من الصينية وبقيت عندي كده بالشكل ده. وده كده كان الفيديو بتاعي النهاردة. لو لسه لحد دلوقتي ما جربتيش الحجازية لازم تجربيها، لان بجد وصفة سهلة جدا وطعمها تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.